السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل أكلة ملوكي، محشي ورق، محشي كرنب. هيعجبكم جدا. تعالوا بقى نشوف تفاصيله وحركاته وكل تكات كده. من اول ما هنشتري الكرنبايه لازم تكون خفيفه كده ومورقه معاكي، تخبطي عليها تديكي صوت الطبله كده. كده معنى الكرنبه بتاعتك ان هي مش مكتوبه من جوه ومش مزرعه. فاهم حاجه في الشراء انك تشتري الكرنبايه عشان ما تكونش مكتومه وتكون مورقه معاكي، ورقها مش تخين. دي بالنسبه لاول حاجه في الكرنبه ان هي تكون كويسه. هنجيب بقى الكرنبايه بتاعتنا كده وهنبتدي نقور القلب بتاعها بالطريقه القديمه بتاعت مامتي ومامتك وجدتي وجدتك. دي الطريقة بتاعتنا السهلة البسيطة بكل تفاصيلها وتكاتها وسهولتها. هنقور الكرنباية كده زي ما احنا شايفين كده، ناخدها دوران ونشيل القلب بتاعها ده، بنركنه وناخدها كده. الكرنباية اتقورت معايا وزي الفل. هنسلقها زي ما هي كده، ولا هنورقها ولا نقطعها ولا نكسر الورق. نعمل كل الكمية اللي معايا بنفس الطريقة دي، سهلة وبسيطة. هناخد بقى حلة على النار تكون ميتها بتغلي، مية سخنة وبتغلي. هناخد بقى نحط في الحله معلقه كمون ومعلقه ملح. الكمون لانه الكرنب بيبقى فيه غازات وكده، فاحنا الكمون دوت حاجه اساسيه مع الكرنب ومع القرنبيط. نحط معلقه كده ونحط معلقه ملح، بس هو ده اللي احنا بنحتاجه في السلق. والميه تكون بتاعتنا واخده قلبه كده. نجيب بقى الكرنبايه بتاعتنا، نقوم هنحطها بحالها زي ما هي، مش هنورق الورق ولا هنكسره ولا اي حاجه. نجيب الكرنبايه وهنقلبها على الظهر بتاعها من ناحية الفتحة اللي احنا كنا فاتحينها. ننزل بقى في المية السخنة ونعد حوالي 10 عدات. ما بنخلوش في المية السخنة كتير عشان ما يتهريش مننا ولا يبقى مستوي وياخد سوى الرز بتاعنا. نعد مثلا حوالي 10 عدات كده، ما بيكملش دقيقة. ونبتدي نقوم قلبينه على الوش التاني. بعد ما عديت ال10 عدات اقوم قلب الكرنبايه بتاعتي كده، سنده بايد وبالمعلقه سنده بالايد التانية او بالكبشه، ونبدا نغطسها في الميه بتاعتنا كده برضو نفس الطريقة 10 عدات. ونقوم جايين بقى ايه، شايلين ورقة ورقة ونلف عليها. يعني احنا اول سطر دوت بيبقى ال3 ورقات واخدين نفس السوا، هنشيل ال3 ورقات في نفس الوقت مع بعضيهم بعد ما نعد ال10 عدات. اهم حاجة في الكرنب السلق بتاعه. كده الوقت بتاعنا خلص. هبدأ بقى اشيل الورق ورقة ورقة. لو هو سخن على ايدك بالماسك ممكن تسحبيه، بتسحب بسهولة. ما كانش بالايد كده بتسحب. ناخد ال3 ورقات، اللفة الاولانية هنشيلها كلها مع بعضيها ونوسع للتانية يدوب دي مفيش 5 عدات بقى، ونقوم شايلين الرق التاني زي ما اتفقنا. اهم حاجة في الكرنب السلق بتاعه عشان ما يبقاش مستوي قوي وياخد سوى الرز، ما يتهريش منك وتعرفي تلفيه في نفس الوقت، ما يبقاش برضو ايه ني. بس هنعمل الكرنبات معانا بنفس الطريقة دي. ننزل برضو بنفس الطريقة للكرنبة التانية. هي دي طريقة سلقه بقى. يا رب يكون معاكي 10 كرنبات نفس الطريقة ونفس المية وتعملي نفس الحركات دي. انا خلصت سلق الكرنب بتاعي. هجيب بقى الورق بتاعتي كده زي ما انتوا شايفينها، هنفردها تمام. نجيب بقى السكينة بتاعتنا ونبتدي نقطعه. هو بياخد في المرة تقطيعتين. اول حاجة لما بشيل منه العنقوف بتاعه دوت، وابدأ بقى اقطعه قطع صغيرة كده بالحجم كده. يعني عايزة الصباع ما يكونش طويل قوي، وسط. تقومي ايه، قيمة 3 صوابع او 4، وتبدأي تقطعي الكرنب بتاعك كده 3 4 صوابع. وتقومي مقطعه 3 صوابع او 4 على حسب ما انت بتحبي طول الورق. كل الورق معانا هيتقطع بنفس الطريقه دي. نشيل العنقوف الكبير نضمه كده ونقوم جايين قاطعينه. وابدا بقى برضو بنفس الصوابع كده، وعشان يبقى كله سوا بعض يا تعملي 3 صوابع او 4 بنفس الشكل ده. نخلص كل الكميه بنفس الطريقه دي ونبدا نقطع التقطيعه التانية. بعد ما قطعنا التقطيعه دي اخر بقى تقطيعه ليه. ناخد بقى نفرد بقى معايا التقطيعه اللي احنا قطعناها. هنفردها بقى واحده واحده كده
بنفس الطول ده نبدأ برضو نقطعها. دي بقى اللي هنخليها بنفس الصباع. نبدأ برضو نقيس كده، عايزاه ما يكونش كده يعني قيمة ال3 صوابع او ال4، ونقوم مقطعين ونقيس عليها بقى. يعني هناخدها كده في ايدنا لحد ما نخلص اللفة كلها وهي في ايدنا بنفس الشكل ده. اظن مفيش اسهل من كده. نقيس بقى على اللي احنا بنقيس اول واحده بقيمه 3 4 صوابع بتوعنا، وبعد كده بناخد الورقه على قد الورقه عشان يبقى ورقنا كله مساوي. ونبدا بقى نرصصه بالطريقه دي. ما بنقطعه بالطريقه دي ما بياخدش. ابدا ارصصه كده كوم جنب بعض فوق بعضيه. اما اجي احشي يبقى معايا بسهوله. اخد الورقه اللي احشيها على طول، اخد الورقه اللي احشيها معايا على طول. نقيس اول ورقه وبعد كده نطبق عليها القياس. في حته بقى زايده بنشيلها. لو قابلتنا حته معرقه كده في النص بنقوم شايلينها علشان ما تخليش الصباع بتاعنا حجمه كبير. كده هبتدي ارص كل الكميه اللي معايا بنفس الشكل ده. بعد ما قطعته ورصيته كده بقى تمام التمام. يبقى كده اول خطوه معايا، وكل الخطوات اللي انا عملتها خلاص الصعب كله فات. هنركن بقى الكرنب بتاعي بعد ما خلصته، وابدا بقى اعمل الايه التسبيكه بتاعتي المحشي. معايا البقدونس والكزبره والشبت، حزمتين شبت، حزمتين كزبره، حزمتين بقدونس. بس انا كان معايا حزمه البقدونس كبيره فخلاص جبته. هاخده بقى انضفه واظبطه واغسله واقوم مقطعاه. نجيب بقى حله معانا على النار، نحط فيها معلقتين سمنه ومعلقتين زيت يا دوب يسخنوا كده على النار. ادي الزبده بتاعتي مع الزيت يا دوب يسخنوا. وابتدي بقى اجيب البصل. انا فارمه البصل، تفرميه بقى في الكبه تقطعيه قطع بالسكينه ناعم اللي يريحك. انا بحب اقدح الزبده كده وانزل بقى فيها في البصل. انا مش هنزل بالبصل كله، انا هنزل بنص الكميه واسيب النص التاني هستخدمه تاني، بس مش هكون مقلياه. انا محتاجه البصل دوت في خطوه تانية ورا. نبتدي نقلب البصل يا دوب بس يصفر كده وياخد لون معانا سفيري حلو. ما نقلهوش، يا دوب لونه يصفر. وانزل بقى بالفلفل احمر اخضر حراق على حسب رغبتك. عايزاه سبايسي حطي فلفل حراق، عايزاه مش سبايسي حطي فلفل عادي. لكن الفلفل بيديله ريحه وطعم مميز جدا وحلو. بعد ما البصله بدات تصفر معايا ده كام تقليبه، هنزل معاه بقى بالقوطه. انا عامله كيلو القوطه كيلو الرز بياخد 2 كيلو قوطه. انا ضرباها ومصفياها ونازله بيها. انا بحط نص الكميه مثلا قوطه طازه اسبك فيها البصلايه وكده. وانا عندي بقى اللي مفرزاها ببدا اكمل تاني عليها من اللي انا مفرزاها احطها. بس القوطه الفريش انا عامله تقريبا حوالي كيلو فريش، وبعد كده هجيب من اللي انا مفرزاها في التلاجة اكمل. اسيب بقى تاخد غلوتين الطماطم ديت اللي انا مفرزاها هكمل ان شاء الله بيها. سيبها بقى تتسبك معانا على النار واغطي عليها. بعد ما اتسبكت معايا كده ابدا بقى ابهرها. انا ما ببهرهاش قبل ما بحطها وانا وسايباها بتتسبك عشان ريحه البهارات ما تطيرش في ايه في الغليان مع القوطه. هبدا بقى انزل بالبهارات بتاعتي. معايا مرقه دجاج، كمون معلقه كبيره، كمون مرقه الدجاج، معلقه كبيره كزبره ناشفه، معلقه كبيره فلفل اسود، واللي في النص ده نعناع، معلقه نعناع. ده اختياري بس بيدي للمحشي طعم حلو جدا. عايزه تحطي نعناع حطي، مش عايزه براحتك. وابتدي بقى اجيب الملح واملحه. ادي البصلايه اللي انا كنت راكناها. بحط بقى البصلايه النيه دي بتسكر المحشي وبتخليه مسكر جدا. لازم احط له البصلايه النيه دي. وابدا بقى املح الملح بتاعي على حسب بقى الملح على حسب الكميه اللي انت عاملاها. ده في ايدك تقللي. في ناس بتحب حادق شويه دلح شويه براحتك. وبعد كده انزل بقى بالخضره بتاعتي كده. التسبيكه بتاعتي بقت تمام التمام. اقلبها كويس في بعضيها عشان البهارات والخضره والبصل وتبقى الدنيا متظبطه وتمام. نبتدي بقى اجيب الرز بقى زي ما احنا اتفقنا. كيلو الرز بياخد 2 كيلو قوطه.
على حسب بقى رغبتك. ده ما فيهاش مقادير. في ناس بتحب المحشي الخلطة بتاعته بتبقى حمراء، وفي ناس بتحبها متوسطة. ده حاجة في ايدك. ممكن تعمليها بزيادة وبعد كده تقومي مقللة وبتشيلي التسبيكة في الفريزر العادي بخضرتها، مفيش اي مشكلة. ننزل بقى بالرز، انا غسلاه ومصفيه كويس، وابدأ بقى ايه بالرز بتاعي على حسب الرز. يعني ما بنزلش بيه كله مرة واحدة علشان التسبيكة بتاعتي ما تبيضش مني بسرعة، او المقدار يخني. انزل بيه شويه، لقيته محتاج تاني احط تاني. دي حاجه بقى في ايدي. طب افرضي بقى احنا حطينا الرز كله والتسبيكه طلعت بيضه، انا عايزاها احمر من كده، نجيب معلقتين صلصه ونزودها، مفيش اي مشكله. احنا حاطين الخضره بزياده والبصل بزياده والتوابل وكل حاجه تمام. نبدأ بقى نحط له بعد ما خلصنا اللفة بتاعتنا كله، نحط له بقى معلقتين زيت، بيدوله لمعة جميلة جدا وبيخليه مزبد معاكي كده. في النهاية خالص لازم الزيت، معلقتين الزيت دولت يتحطوا، بيدوله لمعة حلوة، وانتي بتلفيه كده بيبقى مزبد. اجيب بقى الحلة بتاعتي واعمل بقى البوكيه جرنيه بتاعها. دي خطوة بتخلي المحشي سكر. معانا بصل مقطعه جوليان، فلفل، طماطم، جزر. بنحط كده في قاع الحلة، ونحط عليه معلقتين زيت. ده طبعا ما بيخلوش يلزق وحلو. بص، كلها تفاصيل بسيطة وسهلة، بس بجد بتفرق في طعم المحشي جدا. المحشي دوت بيختلف من مكان لمكان، لبيت لبيت، من واحدة لواحدة، بيختلف جدا في الطعم. فاعملوه بالطريقة بتاعتي دي هيعجبكم جدا. نبدأ بقى نلف معانا. انا جهزت بقى كل حاجاتي. اخد المحشي بتاعي وابدأ الف. حط الكمية اللي مناسبه، عايزاه تخين عايزاه رفيع براحتك، بس خير الامور الوسط. تاخدي كده بالقانون وتقومي لفيه بنفس الطريقه، ما فيهوش اي صعوبه. ونبدا بقى نرصه. عايزه تحطيه اربعات عكس بعضهم ماشي، تمشي بالسطر كده، سطر يمين وسطر شمال ماشي. عايزه تعملي دايره براحتك، الرصه اللي تعجبك، بس يعني بتعملوهم عكس بعضيهم علشان وانتي بتسقي الشوربه تبدا تنزل ويجي المحشي كله. اما لو رصه واحده بيبقى مكتوم، فبنعمله خلف خلاف لبعضيه كده علشان الرصه لما تيجي تسويه كل تفصيله بتبقى لها معنى ولها تكتيك مع التسويه ومع الحاجه بتاعتنا. زي ما احنا شايفين لفته بكل سهوله. المحشي الكرنب في اللف سهل جدا، وهو بيسهل عليا انا كده رصاه وباخد على طول، ما بياخدش مني وقت بقى في اللف. زي ما احنا شايفين كده. انا بقى هرص معاكم، اكمل انا رصيت كده ووريناكم. هنرصها واحده يمين واحده شمال. انا بعد كده ما قعدت مع نفسي ورصيته بقت الحله بالشكل ده. هكون معايا بقى على الشوربه على النار بتغلي، هاخدها بقى واسقي بيه. ننزل بقى كده بكميه معقوله يا دوب الشوربه تبقى على اخر سطر الكرنب. ما نزودش الشوربه قوي علشان ما يتعجنش مننا، وفي نفس الوقت ما نقللهاش علشان ما يبقاش ياخد راحته في السوا. يا دوب الشوربه بتاعتنا كده ملهاش مقدار، تغطي يا دوب اخر صباع، ونقوم هزينها كده علشان يسيب الفراغات والشوربه تنزل لاخر صباع تحت. بس كده هنغطي عليه بالورق بقى. لو باقي معاكي ورقتين كده صحاح سلام زي ما انا بسيبهم كده، الورقتين الخضر مبقاش عايزاهم، وابدا اغطي عليه عشان ما تخليه ما يجلدش معانا. يبدا البخار يطلع وينزل كده، يبقى محكوم معانا. الورقتين دول بيحكموه زي ما احنا شايفين كده، الورقتين الخضر اللي مبقاش عايزاهم. اغطيه كويس واجيب بقى طبق او صينيه او اي حاجه زي ما احنا شايفين كده، وابتدي احطها اكبس عليه علشان وهو بيغلي بيتكتك ما يفكش منك، ويبقى الرصه برصتها. وابدا اغطي عليه، هسيبه اول 10 دقايق على نار عاليه لحد الشوربه ما تغلي، وابتدي اوطي عليه سهريه. اول ما اجي اوطي عليه وخدت الغلوه بتاعته، ابدا بقى ايه اشيل الصينيه. هو كده بقى استوى معايا وبقى تمام التمام. هبدأ بقى اشيل الورق بتاعي دوت. هو ما شاء الله شكله معبر عنه. هذا المحشي ما فيهوش اي صعوبه، هو بياخد بس وقت شويه
لكن النتيجة بتاعته ان شاء الله هتعجبكم جدا، ومش هتغيروا الطريقة بتاعتي دي في العمايل. هبدأ بقى اجيب الصينية بقى بتاعتي كده. المحشي ده عايز صينية مش عايز اطباق. ادي الحلة بتاعتي ههزها وابدأ افضيه في الصينية. وطبعا بقى بنوزع على السفرة الاطباق بتاعتنا، اللي عايز بقى بيغرف على قد الصباع بتاعه، على قد ما هو عايز. بس صراحة الصينية ديت بتاعت زمان واللي احنا بناخد بيها عاملة شكل الصينية العربي. انا بحب احط الاكل في الصينية واحطها، واللي عايز بقى معاه الطبق ويغرف الكمية اللي هو عايزها. جو زمان دوت صراحة حاجة حلوة جدا وبنحبها. ارجو ما كنش طولت عليكم الفيديو، ويكون يا رب عجبكم. من عجبكم بقى الفيديو مش عايزه اقول لكم ما تنسوش بقى في الاشتراك وتفعيل الجرس. ايه رايكم في الصينيه السكره دي؟ والطعم تحفه. ان شاء الله يعجبكم وما تعملوش غير بالطريقه بتاعتي دي. وانا عملته لكم من اول ما اشتريناه لحد ما كلناه، وبالف هنا وشفا لكل اللي عملوا وجربوا بالطريقه دي. ان شاء الله رمضان يكون يتعاد عليكم باليمن والبركات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشوفكم في فيديو جديد اخر. سلام عليكم.